السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تقديم برشلونة عرضا جديدا للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول خلال فترة انتقالات الشتوية الحالية. وتؤكد العديد من المصادر على اقتراب البارسا من حسم صفقة كوتينيو الذي أعرب عن رغبته بالانتقال إلى ملعب كامب نو في الصيف الماضي. وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا تايم، فإن إدارة برشلونة قررت تلبية مطالب ليفربول المالية من أجل الظفر بخدمات كوتينيو. وكان برشلونة على استعداد لدفع 150 مليون يورو للتوقيع مع كوتينيو شامل المتغيرات، لكنه رفع هذا العرض إلى 160 مليون يورو لإقناع الريدز بالتخلي عن اللاعب. وأضاف التقرير أن برشلونة عرض على ليفربول 140 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز ومكافآت متوقفة على ما سيقدمه اللاعب في النادي الكتالوني. ونبقى في إسبانيا، حيث قالت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد ديليفيو سعيد بالخطوة القادمة بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة انتقالات الصيفية القادمة. ويؤكد موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن ديليفيو يقترب من العودة إلى إيطاليا لتمثيل القطب الآخر من مدينة ميلانو بعد أن لعب لميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي. وأضاف المصدر أن ديليفيو اقترب كثيرا من الإنتر، لكن برشلونة لن يتخلى عن اللاعب إلا في حال إتمام صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول. وهنالك شرط آخر يضعه برشلونة للتخلي عن الجناح الإسباني، والذي يتضمن الحصول على 12 مليون يورو، لكن النادي الإيطالي لا يريده سوى بالإعارة. وكان ديليفيو قد تألق في صفوف ميلان الموسم الماضي ليجبر برشلونة على استعادته، إلا أنه لم يتمكن من إثبات نفسه في النصف الأول من الموسم الحالي. ونبقى في إسبانيا، حيث ذكرت صحيفة أس الإسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي ما زال يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، مما دفعه لتقديم عرض جديد للظفر بخدماته خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد تلقى 3 عروض من أجل التخلي عن كريستيانو رونالدو، وإحدى هذه العروض كانت من النادي الباريسي. ويواصل باريس سان جيرمان سياسة الصفقات الكبيرة بعد التعاقد مع نيمار في الصيف الماضي بمبلغ قياسي قدره 222 مليون يورو، وكيليان بابي الذي وقع على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء بنهاية الموسم مقابل 180 مليون يورو. وأضاف التقرير أن مهمة سان جيرمان لن تكون سهلة هذه المرة، لأن قيمة الشرط الجزائي في عقد رونالدو تبلغ مليار يورو، وهو مبلغ من المستحيل أن يتم دفعه بلاعب في سن 33 عام. وستكون فرصة النادي الفرنسي الوحيدة هي الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد، لكن هذا الطريق مسدود أيضا بحسب الصحيفة الإسبانية، لأن إدارة النادي الملكي لا تفكر أبدا بالتخلي عن نجم الفريق الأول حتى ولو تراجع مستواه مؤخرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.